تعالى اقول لكم على حاجه هتنقذكم في رمضان وتنقل اي اكله بتعملوها الليفل تاني. فيلا بينا نعمل مرقه اللحمه. اكتر نوعين عظم بحب اضيفهم لمرقه اللحمه هي عظام الساق اللي هي الماسوره، عشان استخرج النخاع اللي هو مليان فوائد. وتاني حاجه بحب استخدمها هي عظام الرقبه، عشان فيها نسبه عاليه من النسيج الضام والغضاريف اللي بتنتج لنا الكولاجين والجيلاتين الطبيعي. واول حاجه هحمصه في الفرن من غير اي اضافات. الخطوه دي بتخلي طعم المرقه حلوه قوي، وفي نفس الوقت ما بتطلعش ريم على الوش ونفضل نشيله كل شويه. وبنضيف معلقتين كبار خل، عشان الخل بيساعد على تكسير الانسجه الضامه اللي داخل العظام عشان تسهل استخلاص الكولاجين والجيلاتين. كمان بتساعد على اذابه الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور من العظام للميه. وما ينفعش نسيب اي خضار او بهارات تغلي مع اللحمه لمده طويله قوي، بنضيفها بس في اخر ساعه عشان نحافظ على فوائدها. وكده هنقدر نفرز احلى مرقه لحمه رمضان، هنضيفها على المحشي والفتة والشربات وتخلي طعم الأكل حلو قوي. وما تنسوش تعصروا عليها ليمونة لما تشربوها عشان تستفادوا من كل الكولاجين اللي فيها، اللي بيتحول لأحماض أمينية وبعد كده بيدخل في الدم. لما الجسم يحتاج كولاجين بينتجه تاني. وأيوة، دي المرقة اللي عملنا بيها الشربات اللذيذة دي. ودي كانت آخر حلقة في سلسلة حاجة دافية، يا رب تكون عجبتكم واستنوني في سلسلة جديدة.